ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خرافات، أوهام، أساطير، خزعبلات، هذه المصطلحات دائما تطلق على العادات الموروثة أو كلام البدائيين وتصوراتهم، أو حتى ضد الدين السماوي من قبل المناوئين. كيف بكم إذا سمعتم هذه الأوصاف تطلق على أشهر نظرية علمية هزت العالم هزا وتأثر فيها العالم والاجتماع والعقائد والمنظومة الأخلاقية كلها؟ نظرية داروين التي تقول أن أصل الإنسان إما قرد، أو الداروينيون الذين قالوا أن الإنسان والقرد من أصل مشترك أو سلف واحد. الدكتور صبري الدمرداش ضيفي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك محمد. وهو يناقش في هذه الحلقات نظرية داروين المناقضة للإيمان والعقيدة والعلم، لأن حلقتنا اليوم عن خرافات النظرية. هذا كلام دكتور كبير قد يزعل بعض الناس ويقولون لنا أنكم خرجتم من التفكير الموضوعي والنقد العلمي والمآخذ. فماذا يقول الدكتور ونحن نتكلم عنه؟ لا أقول ارجع لآلاف المراجع في أمريكا وأوروبا الآن بيسموها داروينيزم ميثس، خرافات، ميثس ترجمتها خرافات. مش احنا المبتدعين هذا اللفظ. على أي حال أعطينا نماذج من خرافاتها أو بعض خرافاتها. مثلا الخرافة الأولى خرافة الأعضاء اللوظيفية، والخرافة الثانية خرافة التماثل، والخرافة الثالثة خرافة التنظيم الذاتي للمادة، والخرافة الرابعة خرافة النظام المفتوح، والخرافة الخامسة خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان، والخرافة السادسة خرافة التصميم المشترك، والخرافة السابعة خرافة التنوع. لا، جملة كلام خرافات. علمي، كلام علمي. لا، جملة خرافات. جملة خرافات. نبدأ احنا قبل ما نبدأ بالخرافات إن كما يقول المخرج نبه المشاهدين أن الأصوات اللي قاعد تطلع، لأن عندنا يا جماعة ونحن نتكلم عن داروين وأصل الإنسان وأصل الحيوان، عندنا ضيوف بس مع الأسف حيوانات، وراح تشوفون بعضهم. اسمع زين في الفاصل معنا على الطاولة إن شاء الله لأهمية الموضوع، وأنا أعتقد هذه الحلقة من أهم الحلقات دكتور، صح ولا؟ طبعا. طيب دكتور، نبدأ بأول خرافة اللي هي الأعضاء اللاوظيفية. ماذا هنا عاوزين نتكلم علم دقيق بلغة العلماء. عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أعضاء لا وظائف لها، وبين أعضاء غير معروف وظائفها. تفرق جامد قوي جدا. أنا بقول لك في بلد في أفريقيا اسمه موزمبيق، رحتوا؟ لا والله ما رحت. طيب، عدم مروحك له يعني عدم وجوده. صحيح. فعدم معرفتك للشيء يعني عدم وجوده. بالضبط. ندي أمثلة. قالوا فيدريتشاين اللي هو العالم الألماني، عالم التشريح الكبير، سنة 1895 أصدر كتاب فيه تصور كام 100 عضو موجود في جسم الإنسان يزعم أن ملهاش وظيفة. وقالوا 100 وقالوا لو كان الخلق إلهيا مش معقول الإله يعمل أعضاء ليست لها وظائف. دخلوها في العبث طبعا. ناخد مثلا على سبيل المثال الزايدة الدودية. الزايدة الدودية دي اللي هي موجودة بالأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، طلع إنه عضو لمفاوي له وظيفة كبيرة جدا، مليان بالأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية والأوعية الشعرية. كذلك مثل الوستين اللي هي عبارة عن بوابة الحراسة، صمام الأمان. صحيح. اللي بيحرس الحلق من دخول أي جراثيم للجسم عن طريق الفم. وكذلك يعني في رقعة كده في الأمعاء الدقيقة اسمها رقعة باير. يعني وحتى بعض الغدد النخامية وغدة التيموس والغدة الجرثقية قالوا كل واحد لو الوقت كافي أقول لك وظيفتها تحديدا. لكن يهمني إيه بقى؟ إن هم جم على جزيء معين اسمه الNO. الكلام اللي هقوله خطير جدا الآن.
الNO ده اللي هو أكسيد النيتروجين. وقالوا إيه وظيفته؟ وإذا سبحان الله في عام ولما كان العام 1998 ربنا شخص 3 من عباده خدوا جائزة نوبل في الطب. الأول قريبا يعني 1998 أهم. الأول من الشمال اليمين دكتور ألفريد مراد، والدكتور لويس إيكانرو، ثم دكتور روبرت فاركوت. الثلاثة دول خدوا جائزة نوبل في الطب في التشريح والفسيولوجيا لكشفهم دور أكسيد النيتروجين في الاتصال الخلوي. إيه حكاية ده؟ أقدر أعرف حضرتك والسادة المشاهدين على البطاقة الشخصية له أو البطاقة المدنية اللي هو الجزيء الNO ده. اسمه الNO ده هو اللي بيخلي البني آدم كمان بالاشتراك مع بعض الغدد وظيفة خطيرة جدا اللي بيقوم بيها. البطاقة الشخصية له، الاسم أكسيد النيتروجين، الرمز NO، العمر 10 ثواني 10 ثواني نعم. طيب الطول جزء من مليون البليون جزء من المليمتر. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ وشوف الخطوره اللي بيلعبها. شوف اي واحد من الساده المشاهدين عنده ضغط مرتفع سببها الNO، عنده ضغط منخفض سببها الNO، حصل له ازمه قلبيه بسبب الNO، في غايه الخطوره. نوبل في الطب والفسيولوجيا. فكنا بنقول الاسم اكسيد نيتروجين، والرمز NO، والعمر 10 ثواني، والطول جزء من مليون البليون جزء نانومتر يعني من المتر. وبعدين المكان مكان الولادة في الخلايا الطلائية المبطنة في جدر الأوعية الدموية. وبعدين طيب الحجم، لو كبرت هذا الجزيء بحجم حبة العنبة، حبة العنبة عليك تكبر كرة التنس بحجم الكرة الأرضية. أوف 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 شيء عجيب. ايه دوره بقى؟ بيعمل ايه؟ دوره بياخد رسائل من مكان الى مكان يوصلها، ساعة بريد. وذلك بيسمى في بعض المراجع الجزيئة الخارقة او الغاز العجيب او الغاز السحري. وعملوا له سنة 98 ساعة الكشف ده كانت ثورة يعني ثورة في العالم كله. وهذا ينقض كلام طبعا كلام دارويني اللي قال لك ان دي جزيء ملوش وظيفه. شافوها سنه 98 هم قالوا ان هذا ما له وظيفه. ايوه من ضمن ال100 بتوع فيدر شاين. ايوه طلع اخطر الوظائف في غايه الخطوره. نعم. وبعدين ايه بقى؟ بياخد رساله بسرعه البريد الالكتروني على شبكه الانترنت، يعني ما فيش فهمته ثانيه، وبيوصلها لانزيم اول، والانزيم الاول الانزيم الثاني، والانزيم الثاني الانزيم الثالث. الانزيم الاول الGC، والثاني الGTP، والثالث الGMP. المهم مش لازم التفاصيل العلميه. ايه اللي بيعمل بقى؟ شوف الغدة الطلائية الموجودة في جدار الوعاء الدموي عند الناس اللي عندهم مساكين ضغط دم مرتفع. الجزيء ده الخلايا الطلائية دي لو فرزت الجزيء NO يعني بقلة، لازم حد كريتيكال يعني محدد بقلة. اللي يحصل تضيق الشرايين، وما تضيق الشرايين يرتفع ضغط الدم. تضيق يرتفع لغايه ما يحصل للمريض انفجار او نوبه قلبيه. العكس بقى لو فرزته بشكل ده اقل بشكل اكبر هيتمدد جدار الاوعاء الدموي ويتوسع، وبعدين ضغط الدم ينخفض ويخش برضه المريض في غيبوبه او شيء من هذا القبيل. دكتور وفي كل الهلاك شرح وافي لهذا الجزيء الذي قال الداروينيون ليس له وظيفة، فتبين أبو الوظائف. وهذا على قاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ونكمل بعد الفاصل يا دكتور. دوما لك يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. دكتور صبري، في الفاصل الأول انتهينا من هدم الخرافة الأولى من خرافات الداروينيين والتطوريين، ألا وهي خرافة الأعضاء اللاوظيفية. الأعضاء اللاوظيفية، أن الله خلق أعضاء ما لها وظيفة، فأين الحكمة أين كذا، وضربت أمثلة عديدة. الخرافة الثانية سميتها خرافة التماثل أو التشابه. ما المقصود بهذه الخرافة دكتور؟ هي اسمها بالإنجليزي ترجمة هومولوجي. هومولوجي يعني التماثل. بمعنى إيه؟ إن في كائنات معينة فيها أعضاء متماثلة، وبالتالي بنوا عليها
حاجه كبيره قوي في نظريه التطور. ازاي؟ عندك مثلا يعني الطيور لها اجنحه. نعم. كويس؟ نعم. والحشرات لها اجنحه. صحيح. فقال لك الاثنين يبقى انحدر من اصل واحد وسلف مشترك. طيب الخفاش له أجنحة معاهم يحطونه؟ طب خد الخفاش. احنا قلنا الطيور لها اجنحه. أي. مثلا الحشرات لها اجنحه. نعم. طب عندك الخفاش، مع ان ده من نوع وده من نوع وده من نوع. غير. طبعا. فصائل دي بتفكرني بايه؟ أيوة. الخرافه بتاعت الاركيوبيتريكس اللي شرحناها من قبل، بتاعت الحيوان الكائن الانتقالي او الحلقه الوسيطه ما بين الديناصورات والايه والطيور. نعم. اذا بمنطقهم اذا كنا نقبل ان الاركيوبيتريكس تطور من الزواحف الى الطيور، نقبل ان الخفاش تطور من الطيور الى الثدييات. إذن هذه خرافة. لا خرافه طبعا. حلو. طيب وبعدين عندك في حاجه كمان. اذا كان التماثل هو المعيار، طب ايه رايك بقى ان عيني الانسان متماثله شكلا وتركيبا ووظيفه مع من؟ مع عين كائن لا يخطر على بالك ولا على بال المشاهدين. لا يكون القرد اللي معنا. لا، الاخطبوط. الاخطبوط يعني أقرب عين القرد هي عين الاخطبوط هي عين الانسان. والله هذه مفاجئة. طبعا. بالضبط. طيب لا، لسه في مجال بعد الحلقه دي بالذات غير عاديه. حلو. طيب انت طلبت منا ارنب وطلبت منا قرد وجبت لنا هيكل عظمي وهم عندك بطاطا حمراء. زين؟ يعني طلبت بعض الاشياء. فدكتور ليش وانت تتكلم عن التماثل؟ دلوقتي هم بنوا حكايه الانسان اصله قرد عليه. نعم. او حتى ان القرد والانسان انحدر من اصل واحد وسلف مشترك بناء عليه التماثل في الكروموزومات. ايوه. مين ده؟ انسان. مين ده؟ انسان. داروين قال ان الانسان اصله قرد. ايوه. فاكتشفت كروموزومات القرد قبل ان تكتشف كروموزومات الانسان، كانت 48. فالعلماء كانوا متاكدين من كلام داروين، ما دام الانسان اصله قرد والليل 48 اذا الانسان لازم يكون 48 كروموزوم. جم اكتشفوا له 46، اسقط في يدهم. اقل ب ما هوش 48 باثنين. ما هوش 48 يبقى ايه؟ 46. كويس؟ طيب بنفس منطقهم، إذا كان القرد هو أقرب للإنسان بحكم عدد الكروموزومات، ده 48 وده 46. إيه رأيك هذا الأرنب الجميل؟ الأرنبة دي لسه والدة؟ لسه أيوه. هذه الأرنبة الجميلة اللي لسه والدة اللي مسكينة، عدد كروموزوماتها كام؟ 44. يبقى الإنسان كام؟ 46. والقرد كام؟ 48. والأرنب كام؟ 44. طب ما هو الفرق بين الإنسان والقرد هو نفس الفرق بين الإنسان والأرنب، بس هذا 2 زايد وده 2 ناقص. عزيزي المشاهد بعد إذنك يا دكتور محمد، خيره لك أن تختار مع دار أن يكون هذا جدك الأعلى 2 كروموزوم فوق، أو تختار الأرنب كروموزومين تحت، وكلاهما أنت على صواب، الاثنين فوق واثنين تحت. غير معقول. أنا سألت في الاستوديو قالوا والله متعاطفين مع الأرنب أكثر يا دكتور. والله؟ يا والله العظيم، لأن شوية دوخهم. طب تعالى بقى شوف القنبلة اللي المراجع العلمية فجرتها حتى كانت صادمة بالنسبة لي أنا شخصيا. القرد كام كروموزوم؟ 48. والأرنب كام؟ 44. والإنسان كام؟ 46. إذا كانت المسألة في الهومولوجي مسألة تماثل، أيوة. طب إيه رأيك بقى إن المراجع اكتشفت أن هناك مخلوقا إحنا 46 وهو 46، وليس هو من عالم القرود. إحنا 46 وهو إيه؟ وهو 46. ديت بقى تعتبر في حكم القنبلة العلمية بجد. أيوة. وأنا استوثقت منها. هذا الكائن ليس بقرد ولا بأرنب، وإنما هذا الكائن دي قنبلة علمية فعلا. نبات البطاطا. نبات البطاطا هذا اللي نسميها احنا البطاطا الحمراء. تسمونها ايش انتم؟ البطاطا، وهنا الفندال. احنا الفندال. ده الانسان اهو. يا سلام. طبعا عجيبه هذه. دي اخطر معلومه. 48 كروموزوم. 46 كروموزوم. الانسان 46 والبطاطا 46. ايه رايك بقى؟ تطابق يعني. يبقى مين جدنا الاعلى؟ هذا القرد شفت؟ ولا هذا الارنب، ولا هذا المخلوق اللي هو نبات البطاطا اللي نفس عدد كروموزوماتنا. هذه عجيبه والله. لا ده من اعجب يعني، ده كانت عجيبه بالنسبه لي شخصيا. قصه التماثل انتهت نهائيا.
كون نبات هل يبقى عزيزي المشاهد، هل ترضى أن يكون هذا هو جدك الأعلى؟ بناء على قاعدة التماثل في عدد الكروموزومات. وشفت دي برضو المودة والرحمة اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقة الماضية. ادي القرد وادي الأرنب وعايشين سوا في تبات ونبات، بس مش ممكن يخلفوا لا صبيان ولا بنات طبعا يعني. صحيح. صحيح. فالتماثل كمان في حاجة. نعم. في التماثل عندك في وجدوا بروتين مهم جدا في عملية التنفس اسمه السيتوكروم سي. هذا البروتين تركيبته داخل الجنس الواحد مختلفة تماما عن تركيبته مع الأجناس الأخرى. مثال، تركيبة السيتوكروم في الزواحف مثلا أي سلحفة أو سحلية هتلاقي فيه تفاوت كبير قوي، أكبر من التفاوت ما بين مثلا البرمائيات والزواحف أو الزواحف والطيور أو الطيور والثدييات. هذه هم بعد عجيبة. ده عجيبة جدا. لا، من الحلقة دي كلها عجيبة. تجد برضو أن البكتيريا شديدة التشابه من ناحية الشكل الخارجي. نعم. ولكنها في الواقع لما درسوها بدقة وجدوا الاختلاف بين أنواع البكتيريا يختلف تماما جدا عن مثلا نوع عن آخر زي الحشرات والثدييات أو البرمائيات والثدييات. إذن خرافة التماثل أو فرية التماثل من كل هذه الأمثلة لا وجود لها على الإطلاق. فكرة التماثل الجنيني يعني أنت ما تاخد بس كائنات متماثلة مثلا. نعم. يعني الطير بيطير والخفاش بيطير. هل معنى ذلك أن هناك في تماثل في النمو الجنيني؟ أبدا، ما فيش أي تماثل في النمو الجنيني. هل في تماثل في المعلومات الوراثية؟ أبدا، ما فيش تماثل في المعلومات الوراثية. وبعدين ما هو إذا كان المعيار مجرد التشابه، طب ما في حيوانات كثيرة بتشبه بعض. الحمار يشبه الحصان والقرد بالشكل الخارجي يشبه الإنسان، واخد بالك؟ وعندك في برضه مثال صارخ، في حشرة اسمها الكركدن وفي حيوان اسمه الكركدن اللي هو خرتيت. نظرا للتشابه الكبير بينهم سموه حشرة الكركدن وهو حيوان الكركدن. لكن صحيح هل يحطونها صحيح كأنه خرتيت صغير. خرتيت صغير. صح. طيب هل هذا يعني بالتماثل في الشكل الخارجي ان هم تركيبتهم الجينيه واحده؟ ده حشره وده حيوان ثدي. حلو. يبقى اذا من كل هذه الامثله، المثال الاول اللي ضربناه عندك الطيور بتطير، قال لك الصقور لها اجنحه والحمام لها اجنحه، يبقى الاثنين انحدروا من اصل واحد وسلف مشترك. لا مو صحيح. لا، ما هو صحيح. بدليل احنا جبنا لك اهو 3 نماذج. عندك الطيور وعندك الخفافيش وعندك الحشرات كلها بتطير، ومع ذلك من انواع مختلفه خالص. الاولى طيور والثاني ثدي والثالث حشره. وبعدين المثال الجميل اللي ضربناه بتاع التماثل بين عين الانسان والاخطبوط. ومحدش ادعى في يوم من الايام ان الانسان انحدر عن الاخطبوط. اذا نستنتج من ذلك ان التماثل الهومولوجي اللي بيتحدثون عنه وركيزه من ركائزهم ليس علميا على الاطلاق. واخطر اكتشاف ان هذه البطاطا، اخطر اكتشاف عزيزي المشاهد ان هذا نفس انت فيك كم كروموزوم عزيزي المشاهد؟ 46. والبطاطا فيها 46. اما القرد 48 بعيد عنك شويه باثنين. والارنب بعيد عنك شويه برضه لان 44. اما ده انت 46 وهو 46. وليس الانسان بطاطا ولا قرد ولا ارنب. لا هو ولا جده. ولا جده. وبعد الفاصل نكمل. زين. دوما لك الحمد يا رب الدعوات، دوما لك الحمد. دكتور، الخرافة الأولى خرافة الأعضاء اللاوظيفية أسقطناها. أسقطناها. خرافة التماثل. التشابه، أن هذا الإنسان يشابه هذا الحيوان أو هذا الحيوان من أصل واحد بالتشابه غلط. أسقطناها. ولذلك يا دكتور محمد يجب ألا يكون عدد الكروموزومات هو المعيار. أيوة. لأن في كتاب الدكتور هاني رزق الحائز على جائزة مؤسسة كل التقدم العلمي الجينوم البشري قال لك يعني في فرق بين القرد والإنسان حوالي 1.2، ومع ذلك ده في الرقم، لأن زي ما أنت قلت كلمة طيبة من قبل، الفرق واحد عند الله. ده بمقياس الله غير مقياسنا خالص. صحيح.
والدكتور هاني رزق يؤكد ان الفرق بيننا وبين القرد 90 مليون جين. 90 مليون؟ 90 مليون جين فرق بيننا وبينه. هائل. طبعا ركزوا الناس على الفرق بتاع الكروموزومات، ونسوا الفرق الكيفي في نوع الجينات وتركيبتها 90 مليون جين. نيجي على الأسطورة الثالثة، خرافة التنظيم الذاتي للمادة اللي ذكرتها ضمن الأساطير السبعة من خرافات الداروينيين. ماذا يقصد بالتنظيم الذاتي للمادة؟ التنظيم الذاتي للمادة وضعت النظرية كما قلت في أزمة في بدايات في الربع الأول من القرن العشرين، فقوانين مندل حصرتها وهزمتها، والقانون الثاني في الثيرموديناميكا قانون الانتروبي صرحها وهزمها. طيب دي نظرية في أزمة. إيه الحل؟ جابوا مفهوم جديد اسمه مفهوم الايه؟ التنظيم الذاتي للمادة كمخرج. بمعنى ايه؟ قال لك ان ممكن المادة تنظم نفسها بنفسها. المادة تنظم ايه؟ نفسها بنفسها. طيب احنا بنقول لهم هناك فرق دقيق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. بالمثال يتضح المقال. عطنا. خذ المثال الأول. هب أن احنا أمام شاطئ، والشاطئ دي فيه حجارة يعني متباينة الأحجام، في صغيرة وفي متوسطة وفي كبيرة. جت موجة عاتية وضربت هذا الشاطئ. طبعا هترتب الأحجار، بتضرب كل حجر وفقا للوزن بتاعه حسب الحركة. يتحرك حسب الوزن. لا، حسب الوزن. يعني الضربة حسب الايه؟ الوزن. فتلاقي اللي وزنه خفيف يتجمعوا مع بعض، واللي وزنه متوسط يتجمعوا مع بعض، واللي وزنه أكبر يتجمعوا ايه؟ مع بعض. هيبقى مثلا دقيق متوسط كبير وانت متجه صوب الايه؟ الشاطئ. مرتب حلو يا دكتور. مرتب وحلو. بس ده ترتيب مش تنظيم. الفرق هل تقدر الموجة ديت لما ضربت الشاطئ مع الزمن من غير زمن خالص؟ ده الزمن ده اللي هم اخترعوه عشان يهربوا من التجريب العلمي. الموجة ضربت. الموجة ضربت. هل تقدر الموجة اللي ضربت دي تعمل لي على الشاطئ قلعة من الرمال؟ قلعة فيها طوابق وفيها سراديب وفيها أنفاق وفيها مداخل وفيها مخارج وفيها تقدر؟ أبدا. ليه؟ لأن ده تنظيم ذاتي والتاني ترتيب ايه؟ ذاتي. ده بيسموه إنتاج أصيل. كنا تعمل لي قلعة وبناء في قصد. أما التاني خبط ايه؟ خبط عشواء. انت أفكرك بحاجة في الترتيب الذاتي. انت عارف المثال بتاع سير جوليان هيكسلي والقردة؟ القردة 6 اللي على الآلة الطابعة. الآلة اللي آلات الطابعة. الآلة الكاتبة. الكاتبة عفوا. هي أنا ما بقولش لا، هي مش آلة الكاتبة، الآلة الكاذبة. الكاذبة ها؟ أنا ما بسميهاش الآلة الكاتبة. قاعد 6 قرد ملايين. الآلة الكاذبة بتاعت هيكسلي. لما قال لك لو قعدوا، على فكرة عملوها في إنجلترا، الجمعية الوطنية للعلوم والفنون في إنجلترا، شوف ناس يشتغلون، شوف صحيح. وضعوهم موضع التجريب. جابوا يا دكتور محمد 6 قردة ودربوهم على الكيبورد بتاع الكمبيوتر وسابوهم لمدة شهر، ما فيش غير ساعات نوم قليلة وكده، يخبطوا. تكون في النهاية كام؟ تكون حوالي 150 صفحة. ما في صفحة واحدة فيها كلمة، مش هقول لك جملة مفيدة، كلمة. ما في كلمة مفيدة. ما طلع شيء. كلمة كات مثلا CAT، لا ما طلع شيء. رات RAT، كلمة ON ولا من جنس كل ما هو كلمة لم يطلع شيء. إذا نفرق دكتور بين الترتيب الذاتي والتنظيم الذاتي. في فرق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. قد يحدث الترتيب الذاتي لكن لا يحدث التنظيم الذاتي. طبعا. ذكرت لي مثل دكتور مرة في مجلس عن الهواء في غرفة وكذا، الرياح في غرفة ترسم وغبار. ما هو الأول قبل ما نسيب فكرة الشاطئ والموجة اللي ضربته. أيوة. يعني أنت لو جبت القردة دول ودنهم يخبطوا أو شيء معين ميكانيكي بشكل عشوائي، هتلاقي مثلا
التكرار كله على الحرف الايه واذا كان بالعربي الالف حاجه ما لهاش معنى. صحيح. لا يمكن تكون كلمه صحيحه ولا يمكن تكون جمله مفيده، ناهيك بقى عن نص كامل. انت فاكر برضو في احدى الحلقات لما قلت لك ازاي تكون قصيده شكسبير بتاعت المطبعه؟ صحيح. بتاعت المطبعه الصدفه. ازاي تكون مثلا كتاب الحيوان للجاحظ وهو 8 اجزاء، او لسان العرب. لسان العرب لابن منظور 10 اجزاء، الانسيكلوبيديا بريتانيكا 50 جزء، ازاي؟ وطبعا احنا رياضيا خلاص قضينا على الموضوع رياضيا. موضوع الصدفه صحيح. انقضى، والعشوائيه ما فيش غير القصد نعم. طيب مثلا الرياح في الترتيب والتنظيم الذاتي في غرفة اللي ذكرتها مرة، الغبار وغرفة يعني هب أنك أمام غرفة فيها غبار وفيها تراب وهبت عاصفة، كل اللي هتعمله ايه؟ هتكون التراب اللي بتاع في جانب من جوانب الغرفة، مش كده ولا ايه؟ زي اللي بيحصل؟ صحيح. لكن هنا السؤال، هل تقدر تعمل لي إنتاج أصيل بمعنى ترسم لي على أرضية الغرفة وجه إنسان؟ بالغبار. بالغبار وجه إنسان؟ وجه مثلا وجه مين؟ وجه هيكسلي؟ وجه دارون يا دكتور. دارون بعد؟ ماشي. ما يمكن. ما يستحيل. قد ترتب ترتيب ذاتي، تحط الغبار في زاوية، لكن لا ولذلك ما هو ردنا دكتور في الخرافة ديت هم يعني اخترعوا أو استحدثوا لفظ التنظيم الذاتي للمادة. هو مش تنظيم، هو ترتيب. وهناك فرق. الترتيب يعني الموت، ويعني عدم أما التنظيم لا، ده في نبض وفي حياة وفي فانكشن، في وظيفة بتمارس. بمعنى ذلك في هدف سابق طبعا، وقصد. في قصد. نعم. طيب دكتور، ممكن ننتقل إلى هدم الخرافة الرابعة اللي قلتها، خرافة النظام المفتوح. أنا حقيقة ما فهمتها. كلمة النظام المفتوح. خرافة النظام المفتوح، هنا بقى هنيجي لأخطر قوانين الفيزياء. أخطر قوانين الفيزياء على الإطلاق. اللي هو قانون القوانين. قانون القوانين، أو القانون الأول في جميع فروع المعرفة زي ما سمى أينشتاين، اللي هو القانون الثاني الثيرمودينامكس، الديناميكا الحرارية. الديناميكا الحرارية. كثير من طلابنا اللي بيسمعونا الآن يعني دارسين هذه القوانين. هذا القانون يهدم نظرية داروين خالص. العدو اللدود. هذا القانون. شفت مين العدو اللدود الحمار الوحشي؟ الأسد. ومين العدو اللدود لنظرية التطور؟ أسد الديناميكا. ولذلك راح نشرحها بعد هذا الفاصل يا دكتور إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. دكتور، الخرافة الرابعة من خرافات نظرية التطور الداروينية قلت أنها خرافة النظام المفتوح. نعم. وقلت قبل الفاصل أن اللي راح يهدمها وأصل قانون الديناميكا الحرارية. احنا أولا نبي نعرف، أنا حقيقة المصطلح هذا غامض عليه، خرافة النظام المفتوح. النظام، ماذا يقصد النظام ومفتوح؟ النظام في الأول هو عبارة عن كل. أي نظام هو عبارة عن إيه؟ عن كل. وهذا الكل مؤلف من أجزاء. نعم. السؤال، هل النظام يساوي مجموع أجزائه؟ لا يساويه. ليش؟ لا يساويه. أنت عبارة عن إيه؟ عندك أجهزة، جهاز هضمي وجهاز عظمي وجهاز عصبي وجهاز دوري. نعم. لو حطيتهم كلهم في صوب يعملوا محمد العوضي؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. تعال السيارة، بلاش انت. السيارة الكفرات في صوب، والمقود في صوب، والبضي في صوب، والمحرك في صوب، كله موجود. كله موجود. لكن هل تقدر تؤدي وظيفة هذه السيارة فانكشن وتسير؟ لا، ما دام على ولذلك لا يمكن يكون النظام مساوي لمجموع أجزائه، هو أكبر من مجموع أجزائه. إن النظام يساوي مجموع أجزائه زائد ما بينها من علاقات وثيقة وصلات دقيقة. حلو. لازم كل شيء في مكانه. صحيح. ده يبقى يدي لده وده يعمل مرة ثانية أن النظام أكبر من مجموع أجزائه، هو يساوي مجموع هذه الأجزاء زائد ما بينها من علاقات وثيقة وصلات دقيقة. حلو. دي مفهوم النظام. مفهوم النظام. ما علاقة يعني النظام؟ طيب المفتوح، كلمة المفتوح الآن ما هنجيلها. ده هم اختراعوا الداروينيين عشان متغاظين من قانون الثاني بتاع الثيرموديناميكا. يعني ماذا يقصد بهذه الخرافة يا دكتور؟ يقصد بس الخرافة
لا الأول القانون، نتكلم عن القانون شوية. القانون إيه بالضبط. القانون وضعه الفيزيائي كارنوت، ويسمى قانون كارنوت، أو القانون الثاني في الديناميكا الحرارية، أو قانون القصور الحراري، أو قانون الانتروبي. الانتروبي ده عبارة عن إيه؟ مقياس بنقيس فيه الخلل في أي نظام ديناميكي حراري، أي نظام فيزيائي. المهم ببساطة شديدة، مش عاوزين نخش تفاصيل علمية دقيقة. يعني إيه بقى خرافة النظام المفتوح؟ القانون بيقول لك إيه؟ بيقول لك أي نظام في الدنيا يبدأ نظاما، صحيح، ثم بمرور الزمن يتحول إلى يحصل له فيه اضطراب، ثم خلل، ثم لا نظام. يبقى هو ببساطة شديدة بيقول لك النظام في مرور الزمن بيبقى إيه؟ لا نظام، مرورا بالاضطراب والخلل اللي بيحدث إيه فيه. طيب قال لك ده في الأشياء المادية، قال لك في الأشياء المادية والكائنات الحية أصلا، وفي الكون كله. وعلى فكرة الكون ماشي كده، الكون كله متجه دون ما يعني أي شك إلى لا نظام، بس ببطء شديد جدا. طبعا أنت بتتكلم في مليارات السنين، لكن هو كده. حتى قانون الانتروبي ينطبق على الكون كله بأسره. المهم، طيب عاوزين مثال توضيحي يوضح الفكرة شوية. أيوة. قال لك هات سيارة وروح وديها صحراء وسيبها 50 سنة ووصي الأولاد يغسلونها كل يوم. لا مش هيغسلونها كل يوم، ووصي الأولاد بشقة. ما هو مش هقول أنت صحيح، أنت لسه هتقعد 50 سنة ثاني. سيبها لمدة 50 سنة، وصل الأحفاد. وصل الأحفاد. أي نعم. وتعالى بعد 50 سنة، هل حالتها هتتطور وتبقى للأحسن ولا إلى الأسوأ؟ ما شك لا. دي القانون ببساطة شديدة. أسوأ. ماذا عن الزجاج اتكسر؟ ماذا عن البضي صدق؟ اللون. ماذا عن اللون خلاص؟ كفرات. ماذا عن الكفرات؟ ماذا هذا القانون البسيط ينطبق على كل مجموعة قال لك كل مسير نظام، مش بتأدي وظيفة، هي نظام. نعم. فتسيبها للعوامل الطبيعية 4 مراحل هم. تنتقل من مرحلة النظام إلى الاضطراب، إلى الخلل، إلى لا نظام. تعال شوف داروين بقى. الدارويني يقول لك إيه؟ يقول لك شوف القانون ضدهم على الخط المستقيم. قال لك النظام يبقى لا نظام. هم يقولوا إيش؟ هم يقول لك لا، ده لا نظام بيبقى نظام، عكسه تماما. يعني العشوائية والفوضى تتداخل. أيوة. وتترتب وشوي شوي وتكون كائن حي وتنتج لي خلية وتنتج لي القانون ده يكذبهم تماما. القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. لو العجيب أن الطبيعة تخلق إنسان ذكر وتخلق أنثى. عجيبة. طب ما هو ده التفسير الميكانيكي للكون. طب افرض خبط عشواء وعملت رجل في النهاية. دي هنجيلها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. بإذن الله. ليه عملت له أنثى؟ بجد على فكرة ده أخطر سؤال ممكن ما فيش عقل بشري يقدر يجاوب عليه، اللي هو ونهزم أي حد في المناقشة بفضل الله. اللي هو عملت رجل الطبيعة. طب ليه عملت له أنثى؟ بوصفات معينة، وده إكس واي كروموزاته، وده إكس هنقولها إن شاء الله في الإيه؟ بإذن الله. إذا القانون ببساطة دكتور محمد أن كل شيء في الكون بيتجه من النظام إلى اللا نظام. التطورين يقول لك لا، ده بيتجه من اللا نظام إلى النظام. فوجدوا نفسهم في صدام مع قانون من أخطر القوانين في الفيزياء، اللي هو قانون القصور الحراري، أو قانون كارنوت، أو قانون الثاني في سير الديناميكا. وده بينطبق على الكون كله. لأن الكون إيه؟ منذ الانفجار الأعظم والكون بيتجه من النظام إلى اللا نظام. ودي ورد في القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. خلي بالك في البيج بانج، والبيج بانج أصبح دلوقتي في عرف العلماء الثقات حقيقة. البيج بانج الانفجار الأعظم. وده أكبر دليل على وجود الله من وجهة نظر العلماء من الناحية العلمية. قال لك الكون ده عمره 13.7 ألف مليون سنة. قبل هذا التاريخ ما فيش كون، لا سماوات ولا أرض ولا ما بينهم، ولا زمان ولا مكان ولا مادة ولا طاقة. كويس؟ حلو. في لحظة من 13.7 مليون سنة اتوجد هذا الإيه؟ هذا الكون. خلاص؟ بقى دام اتوجد لابد له من موجد، وهو الله سبحانه وتعالى. الكون بدأ يعني نظام منذ نشأته.
لكن بمرور الزمن ينطبق عليه قانون الانتروبي أو قانون الثاني بتاع الديناميكا الحرارية، هيتجه نحو الاضطراب والخلل وبعدين لا نظام. بدأ بالبيج بانج اللي هو الايه؟ البيج بانج، انفجار عظيم. هينتهي بالبيج كرانش، بيج كرانش الانسحاق العظيم. كمقابل ايوه الانفجار العظيم. انفجار عظيم. وده ايه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهو بدأ بالانفجار العظيم، وهيحصل بقى فيه انسحاق عظيم ويرد تاني، وربنا يعيد الكون بنص الآية إبراهيم 148 اللي هو إبراهيم 104 يوم نطوي السماء كطي سجيل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا إيه فاعلين. أشكرك يا دكتور على أنك بسطت لنا الخرافات الأربع التي يعتمد عليها التطوريون والدارونيون، وعندنا بقية الخرافات للحلقة المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد